السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جمعة مباركة عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل حلقة جديدة، وهي القرص الطرية. اول مرة من قناتي هنعملها قرص الطرية الفلاحي على اصولها ان شاء الله. يلا بينا حبايبي، نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونخش نشوف مكوناتنا ونشوف الطريقة ان شاء الله هتتعمل ازاي. هنا المكونات يا حبايبي، معانا كيسين من الخميرة الفورية اهمت. انا فضيتهم طبعا في قلب الطبق، دول كيسين فضيتهم. والخميرة يعني لازم سكر علشان نعمل تيست الخميرة بتاعتنا ونجربها. وديت نص كيلو من الزبدة البقري الفلاحي. ودي سمنة خالطة اهي معايا فلاحي على يوزلندي. هنستخدم من ديت ومن ديت يا حبايب قلبي. ومعانا طبعا القمر بتاعنا ده اللبن الرايب، قرص يا بنات، يعني لبن رايب كده، بس اللهم بارك، حاجه كده جميله بتطر القرص بتاعتنا وبتخليها جميله. وطبعا الشكاره العجيبه بتاعتنا ديت اللي احنا بنستخدمها، ده مش دقيق متعدد الاستخدام، زي ما فهمتكم قبل كده ان هو مخصص للفطير والخبز السياحي، يعني المعجنات بجميعها بكل انواعها. هنروح يا حبايبي نعبي الكميات بتاعتنا اللي احنا هنعوزها من الدقيق. بس قبل ما نعبي الدقيق بتاعنا هنروح نعمل تيست الخميرة. هنا يا حبايبي في بولة عميقة نزلت بالخميرة بتاعتي، وبعد كده دولت 3 معالق من السكر. انا هنا طبعا بفضل بمية دافية كده علشان اعمل تيست الخميرة بتاعتي او اختبرها زي ما بيقولوا كده، يعني بسم الله. هفضل اقلبها كده اهو يا حبايبي. انا دوبت الخميره بتاعتي كويس، لازم ادوبها كويس كده واغطيها باي حاجه عندي. ما عنديش استرتش راب، ما عنديش اكياس، بغطا زي ده كده هغطي الخميره لحد ما تخمر ونروح نشتغل في الدقيق. طبعا يا حبيبه قلبي لو انت ما عندكيش ميزان زي كده، فدي كوبايه بلاستيك موجوده في البيت كله عند اي حد موجوده. دي ما يعادل ربع كيلو من الدقيق. انا هروح انخل مثلا 8 كوبايات منهم، يعني 2 كيلو، وهرجع تاني بعد ما انخل الدقيق. اهو يا حبايب قلبي انا نخلت 2 كيلو من الدقيق. هنا طبعا في طريقتين للبس بتاعه القرص. في طريقه اللي هي بتاعه الافران، اللي هي القرص العاديه اللي تحسي ان هي عامله زي الفينو كده، اللي انت مثلا هتعجني الاول الدقيق باللبن. احنا هنعمل هنا الطريقه الفلاحي، هنبس الاول الدقيق بتاعنا ده بالسمنه. انا هروح طبعا هسيح الزبده بتاعتي دي معاكم القمر دي. بس هنا طبعا الدقيق اهو بعد ما نخلته لازما، شايفين المعلقه دي معلقه شاي في بيت كل الناس يعني، هنملاها كده حلوه كده. طبعا عشان احنا حاطين سكر في الخميره فلازما علشان الطعم يتعادل. ادي معلقه من الملح اهيت رشيناها، وهنقلبها كويس في الدقيق. انا هنا طبعا ولعت على الزبده بتاعتي اهيت عشان تسيح، بس طبعا عشان انا لسه مطلعاها من الفريزر هوطي عليها عشان ما تتحرقش. انا طبعا هنا يا حبايب قلبي مش هقدح السمنه بتاعتي، انا هعملها على البارد لان هو مش كحك، انا مش عايزاها تبقى دايبه دوب، تبقى برضو قرص كده فلاحي حلوه. هفكها بس واروح اشتغل بيها في الدقيق بتاعنا على طول. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. الدعاء ده جميل قوي يا حبايب قلبي بعد صلاه الفجر، بيخلي في عملك فيه بركه، وربنا يزيدك علم ورزق في شغلك اللي انت بتشتغليه. فدايما كده بعد صلاه الفجر تقولوا الدعاء ده، اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وبعد صلاة المغرب يا حبايب قلبي. كده هبدأ اشتغل معاكم من الزبدة على الدقيق بتاعي. انا هروح اعاير طبعا بالكوباية وهشوف ال2 كيلو دقيق هياخدوا معانا زبدة قد ايه. شايفين الكوب ده هستخدمه لمعيار السمنة بتاعنا علشان تبقوا عارفين انا هستخدم قد ايه سمنة. هنا يا حبايبي هبدأ اعمل حفرة كده عميقة علشان اعرف ابس الدقيق بتاعنا، وهنسمي بسم الله. ادي اول كوب، بسم الله كده.
هبدأ ابس معاكم بالسباتولا كده اهوت. هنعمل كده اهو بالراحة، نبدأ ندعك الدقيق كده لحد بس ايه ما يتشرب كله من السمنة. وادي الكوباية التانية، يبقى كده ده نص كيلو سمنة على ال2 كيلو دقيق. هروح ادعكها كويس من ورا الكاميرا عشان ما اطولش على حضراتكم، وهوريكم انا خدت وقت فيها قد ايه. اهو يا حبايبي بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت الدقيق بتاعنا بقى عامل زي الحبيبات الرملية كده. انا دعكت فيهم في وقت مثلا 10 دقايق. هفضل كده ابس الدقيق بتاعي، هو مش كحك طبعا بس انا بقول ابس في السمنة يعني. المنظر ده زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك. اهو يا حبايبي كده انا غلفت الدقيق بتاعي بالسمنة كله. طبعا انا هنا لسه ببص اهوت عشان انا طبعا بدعك على ايدي، بعجنها في ايديا، ما عنديش عجان. طبعا يا حبيبه قلبي لو عايزه تضيفي سمسم ضيفي، اي اضافات، عايزه تضيفي شمر، عايزه تضيفي حبه البركه، دي حسب ما انت حابه او عاوزه. طبعا انا هنا بعمل قرص بسيطه جدا، هي فلاحي بالسمنه البلدي واللبن الرايب وبس، مفيش اي اضافات. عايزه تضيفي ملبن، عجوه، انت عايزه تعمليه اعمليه. هنا بقى مرحله اللبن الرايب، هبدأ هنا اعاير بالكوبايه عشان اعرف برضو خد مني قد ايه. هنسمي بسم الله، هنضيف كده اول كوبايه وهقول لكم خد قد ايه من الكوبايه دي. هنا يا حبايبي اهوت ببدأ ادعك العجينه بتاعتي كويس. هنا للامانه كده لحد دلوقتي خدت مني 4 كوبايات من الحليب او اللبن الرايب. هروح المها كويس معاكم العجينه كده. انا طبعا عشان ماسكه الكاميرا لنفسي فمش مالكه، هروح المها كويس واوريكم شكلها وهقول لكم خدت كام كوبايه لبن معايا. انا هنا يا بنات طبعا قعدت هنا عشان طبعا ده عجين وبيعوز مجهود جامد. فهي هنا للامانه خدت 5 كوبايات معايا من الحليب. بس لسه طبعا الخميره اللهم بارك فارت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنضيف الخميره بتاعتنا كده وهنروح برضك نكمل عجن في العجينه بتاعتنا. ما يهمكيش وتقولي دي مثلا طريه او كده، لا ادعكي كده كتير لحد ما عجينتك تتلم معاكي، وان الميه زادت معاكي ولا حاجه هاتي حبه دقيق برضو ضيفيهم. يعني ما ايه اسلكي كده ما تحتاريش وتقولي الحاجه باظت مني او الكلام ده. بصوا حبايبي انا تنتني الم عجينتي كده لحد ايدي ما نطفت، والله ما حطيت دقيق تاني غير ال2 كيلو اللي انا حطيتهم. ما شاء الله يعني كده خدت مني بالظبط 6 كوبايات بالكوبايه اللي هي بتاعه الخميره، كوبايه الميه بتاعه الخميره. يبقى 5 كوبايات من اللبن الرايب وكوبايه الميه اللي انا اختبرت بيها الخميره، يبقى 6 كوبايات على ال2 كيلو. بصوا ما شاء الله اكنها معموله في عجان. العجينه ناعمه وسلسه اهي. انا طبعا هغطيها وهسيبها تختمر. يعني احنا دلوقتي جو الشتاء، يعني مثلا هخليها تختمر ساعة او ساعة الا ربع. شايفين حجم العجينة تحت ازاي؟ هنغطيها طبعا بالفوطة كده بسم الله علشان خاطر تختمر معانا، وهنسيبها زي ما قلنا ساعة الا ربع او ساعة. لازم تدفيها كويس كده علشان خاطر تخمر وتبقى حلوة وتتضاعف ان شاء الله. وبين ما تعدي نص ساعة كده لازم تفتكري العجينة. وهنا طبعا يا حبايبي انا بعد ما عدى نص الوقت بتاع التخمير قمت جهزت الصواني بتاعتي، غسلتها ونشفتها زي ما انتم شايفين كده. ولازم هنا تسمي بسم الله وتفكري العجين بيكي. شايفين اللهم بارك
العجين قرب يبقى اهو، وتقولي له انا اهو، وتقلبيه تاني كده تقليبه علشان يفتكرك او انت اللي تفكريه بقى بيكي. تجيبيه كده من فوق لتحت. شايفين العجينه ما شاء الله ناعمه وسلسه اهو زي ما انتوا شايفين. هنغطي تاني عجينه. قومي بقى وراكي اي حاجه، وراكي طبقين اغسليهم، سرير تروقيه، اعملي اي حاجه على ما بقيت عجينتك تختمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك. شايفين؟ الله اكبر. لازم نهبط بقى العجينه كده تاني. شايفينها؟ وهنرجع بقى نقرصها اهي. العجينه معانا اهي اللهم بارك. طبعا اللي عايزه تطلعها وتقطعها كده بالتقطيع بالقطاعه ماشي، اللي عايزه تقطعها بايديها ماشي كده اهو. انا هعمل كده الدايره ما يعادل 75 جرام بالطريقه دي كده. شايفينها السطح بتاعها ملمس وناعم ازاي. هريحها هنا على الصينيه كده. اخلص التقريص ده كله في الاخر نروح فردينها بعد ما ترتاح 10 دقايق. هنا كده يا حبايبي انا قرصت اهوت، واللي انا قرصتها الاول غطيتها. واحنا بدأنا بديت وبعد ما قرصناها هنبدأ هنا كده بسم الله هنبططها تبطيطة بسيطة كده عشان برضو ترتاح بالمنظر ده. طبعا بتكوني مولعة الفرن على درجة 220 وشواية موطية عليها مهدية عليها. شايفين ما شاء الله منظر القرص بتتبطط معانا بكل سهولة ازاي، ما بتمطش، ما فيهاش المطة الاستيكية اللي كله متعود عليها في الدقيق. اللهم بارك. كملي بقى بقية القرص بتاعتك في الصينية بس ما تبططهاش. الصينية اللي لو معكيش صواني تكفي يعني، زي حالتنا احنا كده الصواني بتاعتنا صغيرة على القد. نستنى لما تستوي. شايفين؟ لازم تكون كلها تبطيطة كده سمك واحد عشان ما يطلعش حرف رفيع وحرف تخين. ونروح ندخلها على الفرن اهو يا حبايبي. شايفين؟ اللهم بارك. بصوا ما شاء الله. هنبدأ بأول صينية طبعا عملناها. هنروح ندخلها الفرن دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين دوت فرن البوتاجاز، مش فرن اللي هو الانبوبة او الغاز. وولعنا طبعا البوتاجاز من تحت على 170 او 100 او 220 هنعلي. والشواية وطينا عليها زي ما انتوا شايفين كده. هنسمي بسم الله ونحط في الرف اللي هو ايه تاني فرن. ندخلها كده ومن كل حين يمين كده نبدأ ندير الصينية زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده. طبعا انا هنا شغلت المروحة علشان توزع الحرارة. وانا هنا يا حبايبي من باقي العجينة هروح اكملها اكورها كده لحد ما اتابع اللي في الفرن ان شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ اللهم بارك في الفرن عاملة ازاي وقبت. تعالوا نفتح كده بسم الله اهي. حمرا ازاي بدأت تحمر من الوش. بسم الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. تعالوا كده نبص على البورصة من تحت. بصوا ما شاء الله. شايفين اللون بتاعها ذهبي وجميلة. طبعا انا اول ما طلعتها غطيتها هنا
بفوطه زي دي كده. لا اما عندك مثلا بخاخ ميه ترش عليها وهي في الفرن. انا استكفيت ان انا اغطيها وهبدا اكمل سوا القرص كله للاخر وهوريكم شكلها. زي ما انتم شايفين هنا بسم الله ما شاء الله الصاج التاني معاكم اهو طلعناه، وده الصاج الاولاني. طبعا اللي معانا هنا هيبرد، هنطلعه نرصه هنا في الصينيه زي دي كده بالمنظر ده علشان نكمل سوا حبايب قلبي. هنا يا حبايبي طبعا القرص بتاعتنا اهي بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. اللهم بارك. انا لسه بكمل تسويه طبعا. ودي طريقه التخزين مثلا شنطه اهي كده اللي هي الاكياس بتاعه الالبان، هترصوها كده بالمنظر ده. فيكم ترصوها كده وتحطوها في الفريزر براحتكم زي ما انتم عايزين يعني علشان ما تنشفش. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي بسم الله ما شاء الله القرص اللهم بارك. شايفين الطراوه حاجه كده جميله. هنبدا هنا بقى ايه، طبعا دي اللي قلنا لو عايزين تخزنوها بالطريقه ديت، عايزين تطروها تبداوا تحطوا عليها فوطه او ترشوها بميه. طبعا القرص دي جميله قوي يا حبايب قلبي، تفطروا بيها باي حاجه. حته جبنه قديمه، حته جبنه اللي هي اسمها ايه دي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اسمها ايه يا بنات دي نسيتها اسمها ايه. جبنه براميلي، حته جبنه قديمه كده زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حبه عسل اسود، كل حاجه عندكم ما شاء الله زي ما تتخيلوها. حبه عسل نحل، حته جبنه فلاحي زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. تقدروا تفطروا باي حاجه من القرص الجميله ديت. اللهم بارك يعني حاجه تفتح النفس. تعالوا كده نفتح واحده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ضراوتها، شايفين اللهم بارك حاجه كده جميله. الريحه تفتح النفس. بصوا ما شاء الله. انا طبعا يعني بصوا شايفين ما شاء الله. شايفين فوق بعض كده، شايفين الطراوه بتاعتها. حبايب قلبي ان كنتوا وصلتوا لحد هنا متنسونيش في الشير ولايك والاشتراك وسبسكرايب من مطبخ ريال. يلا يا حبايبي كده قوموا جدعانوا كده في الشتاء وريحه الخبيز الجميل، واملي بيتك خير. من 2 كيلو دقيق هتعملي اللهم بارك، ولسه في الفرن كمان ما شاء الله بسوي. يلا يا حبايب قلبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن.